النهاردة يا شباب هنتكلم عن تأشيرة رومانيا التطوعية، وتعتبر من الطرق السهلة والقانونية اللي هتساعدك بالإقامة والعمل في قلب رومانيا لمدة محدودة. وديت ما بتطلبش فيها حساب بنكي، يعني لو انت عايز تسافر وما معكش حساب بنكي تقدر تقدم على التأشيرة ديت. تعالوا بقى نعرف الشروط والأوراق اللي هتطلب منك عشان تقدم عليها في 2024. بس يا ريت الناس تكمل فيديو للآخر، وما تنسناش بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلها معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا شباب هنتعرف على فرصة هتسمح لك بالعمل والإقامة في قلب رومانيا لمدة 4 شهور، وهتقدر تجددها كمان لمدة 12 شهر، وهتساعدك في الحصول على تأشيرة تطوعية، بجانب انه مش هيطلب منك حساب بنكي. يعني الفرصة ديت مش مطلوب فيها حساب بنكي، عشان الناس اللي بتسألنا على اي طريقة تقدر يدخل بيها اي دولة اوروبية وياخد تأشيرة دولة اوروبية بدون حساب بنكي زي فرصة النهاردة. الفرصة ديت منظماها مؤسسة تطوعية رومانية اسمها يورو اكتيف، وباختصار كده هتكون الفرصة في قلب الريف الروماني للمشاركة في التدريس اللغة والمهارات الرقمية، المشاركة في اي حدث او نشاط داخل المدينة. مدة التأشيرة ديت قلنا 4 شهور، وبتتجدد لمدة 12 شهر. بتديك حق الإقامة هناك في قلب البلد، بتديك تذاكر طيران، بتديك راتب شهري، بجانب ان هم هيساعدوك ان انت تقدر تاخد طبعا التأشيرة او الفيزا من قلب بلدك لو تم قبولك. وعشان تقدم على التأشيرة ديت او تاخد قبول اكيد في شوية شروط ومعايير. اولهم السن يا جماعة، فلازم سنك يكون بين 18 ل 30 سنة، ودي اهم شرط. يبقى اول حاجة مسألة السن، قلت تاني 18 ل 30 سنة. ما يجيش حد يقول لك فوق 30 سنة اقدر اقدم في الفرصة ديت، ما ينفعش تقدم فيها، لان الفرصة ديت محددين فيها السن. فلو سنك مناسب من 18 ل 30 سنة تقدر تقدم عادي فيه. تاني حاجة ان انت يكون معاك لغة انجليزية، لانك طبعا هتشتغل هناك او هتتواصل مع الجميع، فلازم يكون معاك اللغة اللي هتقدر تساعدك ان انت تقدر تأدي عملك التطوعي، بجانب ان انت يكون معاك شهادة تعليمية. الشهادة التعليمية دي هتلاقي اما ثانوية او شهادة جامعية، حتى لو كان معاك ماجستير او دكتوراه تقدر تقدم فيه. يبقى هناك 3 شروط عشان تقدم على الفرصة بتاع النهاردة اللي مش هطلب منك فيها حساب بنكي، اللي هي مسألة السن. التاني حاجة اللي يكون معاك شهادة تعليمية. تالت حاجة يكون معاك لغة. التقديم برضو على الفرصة ديت مجانا، يعني انت بتقدر تقدم بنفسك على الموقع اللي انا هسيبه لكم في قلب صندوق الوصف. واخر ميعاد للتقديم يوم 19 فبراير، يعني عشان تقدم تبدأ تجهز ورقك من دلوقتي وبطريقة سهلة. والورق اللي هيطلب منك مش كتير، عشان الناس تبقى فاهمة ايه الاوراق اللي هتطلب منك. هيطلب منك سيرة ذاتية، بتخش على الموقع بتاع المنظمة بترفع السيرة الذاتية بخبراتك، وطبعا تأكيد السن والكلام دوت والشهادات اللي انت واخدها، وبتبدأ تبعتها على الموقع بتاع المنظمة. بعد ما هم طبعا يقبلوك، اما يشوفوا السن بتاعك وخبراتك والكلام ده وتم قبولك، هم هيوفروا لك التأشيرة، ودي اهم حاجة. بجانب ان انت هتتحاسب هناك على المدة اللي انت هتقعدها، يعني قعدت 4 شهور قعدت 12 شهر، فانت ليك راتب شهري. يبقى من الاخر كده، لو انت بتدور على تأشيرة بدون حساب بنكي، لو انت حابب تدخل البلد هناك ما تدفعش اي رسوم طبعا زي ما احنا فاهمين، وتأشيرة ببلاش واقامة وراتب، فدي الفرصة اللي هتساعدك ان انت تقدر تدخل البلد هناك، وهتديك حق الاقامة من وجبات، وهتديك حق التأشيرة، وهتديك حتى تذاكر الطيران. بس مجرد ان انت هتوفر فيك الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها. واخر ميعاد للتقديم برضو بكرره يوم 19 فبراير. وانا هسيب لكم كل الروابط بتاعه التقديم في قلب صندوق الوصف، واللي حابب يقدم والمصدر برضو. وطبعا دي كل حاجه خاصه بفرصه النهارده، ولو في اي استفسار يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.